الرحمن الرحيم. انا صفاء صلاح الدين. يعني عروسه جديده، الناس كلها بتحتفل بيا دلوقتي على النت كتير. ناس كتير بتسأل على ازاي انا اتخطبت، وانا اول خطوبه لحد معتقل يعني في سجون الانقلاب دلوقتي. هي الموضوع جاء من غير ترتيب، يعني احنا مكناش عاملين حسابنا ان هيحصل حاجه زي كده. كنا عارفين ان في خطر قائم على كل الناس، بس ما كناش عاملين حسابنا ان في اعتقال يعني. واحنا بالفعل كنا مجهزين ان احنا هنتخطب يعني خلاص قريب، بس حال بقى الاعتقال دون ده يعني. بس يعني قررنا ان خلاص، يعني طالما هم يعني عايزين يزعلونا احنا مش هنزعل، احنا هنفرح برضه يعني. ولقينا ان مفيش مشكله ايه يعني لو احنا اتخطبنا يعني وهو في المعتقل، مفيش مشكله بالعكس. يعني كنا شايفين ان شاء الله ان احنا كده بندي امل للناس ان احنا يعني نبني اسره جديده، وفي امل احنا يعني مكملين وعايشين حياتنا طبيعي جدا حتى مهما حصل يعني. وبالفعل الحمد لله خدنا الخطوه، ويعني بعد موافقه طبعا الاهل من الطرفين، والحمد لله ربنا كان ميسر كل حاجه يعني. واحتفلنا، يعني هو احتفل مع زمايله بقى في المعتقل، وانا احتفلت مع صحباتي. يعني الحمد لله عشنا اجواء الاحتفال حتى اكتر مما نتخيل. يعني التهنئه اللي جات لي على الانترنت كانت يعني خياليه، ما كنتش ابدا احلم ان كل الناس دي تبقى فرحانه لي، يعني ناس ما اعرفهاش خالص. وكان في ناس بالمناسبه يعني المفروض ان هم مع الانقلاب وباركولي، كانوا شايفين ان انا يعني عامله حاجه كويسه، فقالوا بس احنا مش معاكم ولا حاجه، بس انا عجبانا الحاله يعني. فدي كانت حاجه حلوه يعني. هو في النهايه الخطوه الفرح الناس كلها بتتلم فيه ايا كان بقى هو مين يعني. وانا دي بصراحه حاجه كانت بسطاني جدا يعني. والحمد لله يعني الدنيا ماشيه كويس. بروح الزيارات، يعني بقى لي فتره مش بروح، بس بروح الزيارات الحمد لله. هو كويس، معنوياته كويسه. انا بروح اخد منه طاقه ايجابيه يعني. انا الزياره بروح عشان اخد منه طاقه ايجابيه يعني. طول ما انا مش بروح ببقى متضايقه جدا، بس لما بروح بتبسط يعني. بالعكس مش ببقى متضايقه، بالعكس هو ما شاء الله معنوياته دايما مرتفعه، ودايما هو اللي بيقويني يعني. فانا بروح استمد طاقه عشان اعرف اكمل يعني. بس ربنا ييسر بقى ان شاء الله. يعني مش عارفين بقى ايه اللي جاي، بس احنا بنجهز نفسنا للجواز ان شاء الله. اول لما يخرج ربنا يتم يعني خروجه على خير هنتجوز على طول ان شاء الله. انا بقول للبنات كلهم اللي هم عايزين ياخدوا خطوه زي دي ومترددين شويه، بقول لهم يعني توكلوا على الله. ربنا يعني زي ما هو بلاء كبير بينزل معاه رحمه كبيره جدا وصبر، وبتعلموا منه حاجات انتوا في الحياه الطبيعيه مش تعلموها يعني. انا اكاد اجزم يعني ان احنا تجربه خطوبتنا في الظروف الطبيعيه ما كانتش هتبقى حلوه كده زي يعني الرسائل الربانيه ربنا بيبعتها لنا. الحاجات اللي بتربطنا اقوى بكتير من العلاقه الماديه بين اي اتنين مخطوبين. فبقول لك يعني توكلي على الله ان شاء الله. طالما انتم مؤمنين ببعض خلاص مفيش اي حاجه تانية تهمني يعني. رسالتي للناس كلها، انا بشكر كل الناس لان انتوا بجد فرحتوني، وانا مبسوطه جدا يعني. اجزم ان انا اكيد يعني اكتر عروسه مبسوطه خالص في الدنيا يعني. ان انا كل الناس كتير بتكلمني ومبسوطين بيا، وانا حاله الفرحه دي يا سلام يعني، مطلعاني كمان شويه الحزن اللي ممكن يجيلي وبيثبتني كتير وباخد قوه منكم. فربنا يكرمكم على دعمكم ليا، وان شاء الله تباركوا لنا في الفرح قريب ان شاء الله.